بعد ما عملت امبارح الفيديو الجامد بتاع تقييمي للغيط حبيبي كم تو غيط. الناس سالتني ايه رايك في حياه الريف وحياه المدينه. اول حاجه تعرفها كويس، الفلاحين ثلاث انواع: فلاح المهنه وده بياكلها بالحلال عادي، فلاح المنشأ وده اتولد في قريه يعني هيعمل ايه، فلاح الفكر وده المشكله فعلا. ولكن لو انت من المدينه وبتعنصر على اول اتنين فالف الف مبروك، انت بقيت من النوع الثالث، ما فرقتش عنهم اي حاجه. اهم ميزه في الريف يا جماعه واللي فعلا مش هتلاقيها في المدينه خالص، ان الناس كلها عارفه بعضها، فبتلاقيهم بيقفوا جنب بعض في ظهر بعض. اهم عيب بقى واللي فعلا يا جماعه مش هتلاقوه خالص في المدينه هو ان الناس كلها عارفه بعضها، فبالتالي معلوماتك الخاصه هي ملكيه عامه. وطبعا الناس عارفاك قوي اكتر، يعني حسد اكتر، يعني كلام عليك اكتر بحاجات انت ما فكرتش بها اصلا. يعني مثلا في بنت انا اتقدمت لها مرتين وهي رفضتني. اللي مش عادي بقى ان انا اتفاجئت ان انا اتقدمت من واحد صاحبي جاي بيعاتبني اصلا ان انا ما قلتلوش. ده عادي عندنا. اما بقى اصحاب الطموح فالقاعده بتقول: من طلب العلا هجر القرى. لايك فولو شير. كان معكم هاني شاكر حسن شحاته. حاج ابراهيم السمسار. ايجار المعادي عامل كام دلوقتي؟